يا علي يا علي علي، في ايه بتزعقي كده ليه؟ انا سامعك على فكره. عماله اكلمك وما تردش عليا ليه؟ قلت ايه وانا ما ردتش عليه؟ ما انا قاعده هقول اللي انت عايزاه. هو انت زعلان مني ولا ايه؟ مش بتتكلم معايا كده ومتجنبني وانا مش عامله لك حاجه اصلا؟ في ايه؟ لا وانا هزعل منك ليه؟ مفيش حاجه تستدعي الزعل، ما احنا اللي بنبات فيه بنصحى فيه. طب لما هو مفيش حاجه، ما تيجي نعمل حاجه ناكلها سوا ونسهر مع بعض؟ ماما النهارده مش بايته معانا. اه ما هي النهارده مش بايته، بس اكيد هترجع تاني ولا انا غلطان؟ ايوه اكيد، يعني هترجع تاني. هتروح فين؟ اه طبعا، ما هو ده خلاص بقى كانه وضع طبيعي والمفروض ان انا ما اتكلمش فيه. طب وايه الجديد يا علي؟ ما انت عارف من ساعه ما اتجوزنا ان ماما هتقعد معانا وكنت موافق. مالك متغير كده ليه؟ وايه اللي مضايقك بالطريقه دي؟ الجديد ان انا قاعد في بيتي متكتف ومخنوق وحاسس ان انا مش واخد راحتي، وحاسس ان انا اللي ضيف هنا مش مامتك. وبعدين لو حصل العكس ما يتهيأليش ان انت هتقبلي بوضع زي ده. لا يا علي، لو حصل العكس انا عمري ما هتضايق، وطول عمري بقول لك اهلا وسهلا بمامتك في اي وقت. وبعدين انت جربت تقول اللي انت عايز تجيبها وانا اعترضت؟ ولا انت بتفترض حاجات على لساني؟ طب ونجرب ليه؟ احنا فيها اهو. امي متخانقه مع ابويا ومخنوقه من البيت وعايزه تيجي هنا تقعد كام يوم وتغير جو، عايزه تقعد معايا لغايه ما تبقى احسن. ها هنعمل ايه في وضع زي ده؟ هنمشيها ازاي؟ ايوه بس انت عارف يا علي ان انا ابويا ميت بعد جوازي بشهر، والموضوع ده مأثر في ماما جدا، والقعده لوحدها بتأثر فيها وفي نفسيتها، وانا مش عايزاها تتدمر اكتر من كده. هي ملهاش اي حد يعتبر دلوقتي غيري. طب اديك قلت اهو، من ساعه ما اتجوزنا ومامتك مفروضه عليا فرض وكانها جزء لا يتجزأ من حياتنا. عايزاني بقى اتفهم ايه؟ لا يا علي، انا ماما قاعده معايا بالمحايله، وانت عارف هي لو عليها مش هتقعد من اصلا. وبعدين هي مضايقاك قوي في ايه؟ ايه في حياتك يعني واقف قوي على ماما للدرجه دي؟ هو كون ان انت مش شايفه حاجه زي دي فدي مشكله اكبر. هي مش مضايقاني، انا راجل قاعد في بيته مش واخد راحته مع مراته. مش واخد راحته مع مراته، هو ايه اللي مش مفهوم في الكلام؟ وبعدين بقول لك امي عايزه تيجي. ما تيجي اهلا وسهلا. وبعدين ليه اللف والدوران ده كله؟ ما تقولي ماما عايزه تيجي تقعد معانا اسبوع ولا شهر، فين المشكله؟ لا ما هي ملهاش الا وضع واحد، مامتك لازم تبقى مش موجوده عشان امي تعرف تيجي، ما فيهاش حاجه تانية ممكن تحصل. علي ما تصعبهاش عليا، هات مامتك زي ما انت عايز اهلا وسهلا. تنام هي في اوضتنا وتفضل مامتي في الاوضه الصغيره، وانما انا وانت وخلاص في اوضه الليفنج، كل واحد فينا على كنبه، مش هيجرى حاجه. كنبه ايه يا بنتي اللي انا وانت ننام عليها؟ ده على اساس ان انا عارف امي هتقعد معانا يوم ولا اسبوع ولا حتى شهر. بعد اذنك شوفي لك طريقه بحيث ان امي تيجي تاخد واجبها وزيارتها وتقعد وتخلص وتمشي من غير ما مامتك تبقى موجوده. اعتقد اني ما بطلبش حاجه مستحيله ولا مش من حقي. عموما يا علي اللي انت بتطلبه ده صعب جدا، وانا لو نفذت وجيت على نفسي او على ماما انا عمري ما هنسالك حاجه زي دي ابدا. الو. الو، ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبتي، انتي اللي عامله ايه؟ طمنيني عليكي. عرفت من ماما ان انتي تعبانه، الف سلامه عليكي. لا انا الحمد لله بقيت احسن كتير. هو حد يشوف مامتك ويبقى لسه تعبان؟ طب الحمد لله، ربنا يطمنا عليكي. معلش يا طنط انا هتقل عليكي في حاجه، يعني كنت قصدكي في خدمه. ايه الكلام ده وايه تقلي عليا؟ بعد كده على فكره هزعل منك. قولي يا حبيبتي عايزه ايه؟ ده العشم برضه يا طنط. حماتي كانت جايه هنا تبات معانا كام يوم، وانت عارفه طبعا ان ماما قاعده معايا الفتره دي كلها، فكنت بس يعني بستأذنك لو تخلي ماما تقعد معاكي الفتره دي، بس طبعا تيجي منك يا طنط. انت عارفه لو اتكلمت مع ماما في حاجه زي دي الموضوع هيبقى حساس وصعب عليها ازاي. اه طبعا يا حبيبتي، مامتك تيجي وتقعد واشيلها فوق راسي. وبعدين كتر خير جوزك قوي، من ساعه ما اتجوزته يعني وانت الظروف مش احسن حاجه. يلا الله يرحمه باباكي. عموما انا عارفه ان احنا دقنا عليه، بس ان شاء الله كله هيبقى احسن. لا يا طنط طبعا علي ملوش علاقه بالموضوع، انا اللي اقترحت ده عشان حضرتك عارفه ماما ليها طباع وطنط اكيد ليها طباع مختلفه، ومش عايزه يعني ان ماما تبقى محرجه او حاسه ان هي متأيده او متكتفه. عموما يا حبيبتي ما تشيليش هم، الحمد لله مامتك لسه عندي هنا ما مشيتش، هي بس راحت تسلم على الجيران، انت عارفه حبايبنا من زمان. مامتك بصراحه ما بتفوتش واجب، انا هتكلم معاها واشوف هعمل ايه. وبعدين كتر خيرك قوي، انا عارفه تقلنا عليكي برضو وانت لسه عروسه. لا لا يا طنط ما تفهمنيش غلط، انا لو عليا شيل ماما من على الارض شيل. الفكره بس ان كده هيكون احسن، انت عارفه حماتي اول مره تيجي تبات معايا، وعايزاها يعني تاخد اهتمامها وتحس بالوقت بتاعها هنا وخصوصيتها، بعيده عن ماما طبعا. خلاص يا حبيبتي انا هتصرف، انا هتكلم معاها واشوف هعمل ايه. مع السلامه. تسلمي لي يا طنط، مع السلامه. ايه الاخبار؟ عملتي ايه عند طنط؟ لا الحمد لله، خالتك بقت احسن كتير، ورحت كمان شفت صحابي وزرت الجيران، بصراحه اتبسطت قوي. عايزه اقول لك بقى ان خالتك عماله تزن عليا اروح ابات معاها كام يوم، وانا بصراحه مش عارفه اروح هبقى باخد بالي منها والست تعبانه، ولا هبقى كده بتقل عليها مش عارفه.
لا انا شايفه ان انت تروحي لها، وبعدين هي تعبانه واول مره تطلب منك حاجه زي دي، ما تكسفيهاش، انت عارفه طنط بتزعل بسرعه، وبعدين منها تغيري جو، يعني يومين مش هيجرى حاجه. انت شايفه كده؟ طب بقول لك ايه، انا هروح لها وابقى منها بغير جو، وانت كمان برضو تاخدي راحتك هنا شويه مع جوزك، ما بقاش على طول قاعده له كده. لا انت بتقولي ايه يا ماما؟ لو عليا انا وعلي احنا تمام، بالعكس ده مامة علي كانت جايه وكان نفسها تشوفك، دي هتزعل قوي لما تيجي ما تلاقيكيش. يا خساره، كان نفسي اشوفها. يلا مش مشكله، تتعوض. طيب انا هقوم احضر لك الشنطه وهنزل ان شاء الله اوصلك عقبال ما طنط تيجي. طب ما تنسيش فرشه الاسنان والدواء بتاع ركبي. اخيرا اقتنعت ان انت تيجي. اعملي حسابك ان انت مش هتمشي من عندي هنا غير وانت حل المشكله دي. لا بقول لك ايه، انا ولا اقتنعت ولا حاجه، انا بالنسبه لي انا كده ما بحلش مشاكل، بدل ما الست امها كانت قاعده فوق دماغكم بقيت انا كمان جيت وقعدت فوق دماغكم، احنا كده عملنا ايه؟ ده انا بحمد ربنا ان مراتك خدت مامتها وتوديها عند اختها كام يوم، انا كنت خايفه اجي الاقيها في وشي، كنت ساعتها هعمل ايه؟ دي ما كانش عندها اي مشكله ان مامتها تفضل قاعده وانت موجوده، ده انا اللي اعترضت. طب ما بسيطه جدا يا زكي، اول ما نمشي هتروح تجيب مامتها وهتقعدها معاكوا تاني، يبقى انا عملت ايه كده بمجيتي وشحطتي ولا حليت حاجه؟ اه طبعا انا متاكد ان هي هترجع مامتها تاني، وعشان كده انا عايزك تشوفي الحل، بس اي حاجه غير ان انا ارضى واسكت بالوضع ده. انا بصراحه شايفه ان انت تتكلم معاها وتعرفها اللي مناسب ليك واللي مش مناسب ليك، وهي بقى عقلها في راسها. ومين اللي قالك ان انا ما اتكلمتش معاها؟ اتكلمت وقلبت وشي واتخانقت وزعقت، بس هقول ايه؟ كل ما اتكلم معاها تقول لي ما انت اللي رضيت بالوضع ده من الاول. انا رضيت بالوضع ده من الاول، قلت معلش وضع مؤقت وهيروح لحاله، لكن بقى اسلوب حياه. ما هي بقى لو طلعت مش حسيسه وما ادركتش من نفسها ان الوضع ده لازم يكون مؤقت، ساعتها في 100,000 حل، وفي حل واحد بس معين في بالي. طب وايه هو الحل؟ انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، بس اقترح عليا. تتجوز عليها، وساعتها لما تبقى قدام تعرف تبقى تفكر وتراجع نفسها وتندم، مش كان كل همها نفسيه مامتها وخوفها على مامتها ونسيت تماما جوزها ومشاعر جوزها؟ تشرب بقى. اتجوز عليها؟ هو انا لحقت؟ اه تتجوز عليها، انت مش اول ولا اخر واحد يتجوز على مراته، وبعدين اولا واخيرا هو حلال، انت ما بتعملش حاجه غلط، وبعدين هو من ايه؟ ما هو كله من اهمالها. معاكي حق، لو ما فيش حل غير ان اتجوز عليها يبقى لازم هعمل كده، بس ساعتها ما حدش يلومني لان انا استحملت كتير قوي. شفت يا ديني، ما تاخرتش عليكي، صد رد. انا بس مش عارفه، حاسه وانا نازله البت بنتي كده كانها ما صدقت تنزلني، اول ما بقول لها ان انا رايحه عند خالتك قالت لي هقوم احضر لك الشنطه. مش عارفه بصراحه بقى ده شيطان ولا انا اللي بقيت حساسه اليومين دول والسن. اولا انت لو كنت اتاخرتي عن كده كنت هاجي انا بنفسي اجيبك، والحمد لله ان انت جبت شنطه هدومك. وبيني وبينك خلي القعده على الوضع ده، شويه عندك وشويه عندي، الواحد لما بيكبر ما بيشيلوش الا نفسه، واديكي شايفه انا وانت ظروفنا من ظروف بعض وفاهمين بعض. معاكي حق طبعا، هي دي سنه الحياه، بس عايزه اقولك ان هي اللي كانت بتتحايل عليا اقعد معاها. المهم، هو انت حاسه بحاجه ولا عارفه حاجه؟ في حاجه انا مش عارفاها؟ حاساكي بتتكلمي كده وكأن جواكي حاجه مش عايزه تقوليها. لا انا ولا عارفه حاجه ولا في الكلام ده خالص، بس خلينا واقعيين، مهما حصل انت عمرك ما هتبقي تقيله على بنتك، لكن جوز بنتك هيفضل جوز بنتك، يعني مش منك. وبعدين انا بقولك اللي انا كنت هقوله لنفسي لو انا في موقفك، الكلام ما فيهوش حاجه تزعل، اديكي بتسمعي مني انا اختك. اتصوري كلامك وجعني من كتر ما هو صح، حسيت من جوايا كده ان انا طول الفتره اللي فاتت دي كنت تقيله على جوز بنتي وانا مش حاسه، حتى لو الراجل ما قالهاش. يا ريتني ما سمعت كلامها، قعدت تقول لي اقعدي اقعدي، واديكي شايفه الموقف اللي انا حاطه نفسي فيه، ولا موقف ولا حاجه. وعلى فكره انت مش غريبه ولا موقفك ده ما بيحصلش، في بيوت كتيره جدا الامهات عايشه مع اولادها او بناتها عادي وبيشيلوهم فوق راسهم، بس انا هقولك ايه، ده صح وده اصح، ما تقدريش تغلطي حد فيهم. معاكي حق، ده صح وده اصح. انا بعد كده هعرفها حاجه، عايزه تقعد معايا وتشوفني تجيلي البيت تنورني يوم 2 3 و10 زي ما هي عايزه، حتى لو عايزه تجيب جوزها معاها، وانا لما اروح لها تبقى يعني زيارات خفيفه عند الضروره بيت ان شاء الله. هي بس تجيب طفل ولا حاجه هتلاقيها قاعده في حضنك وما بيسيبكيش، ما بين خدي الولد يا ماما خليه معاكي، وما بين تعالي يا ماما اقعدي شوفي الولد وخدي بالك منه، وهتبقى الدنيا ماشيه. ادعي لها انت بس ربنا ان شاء الله يكرمها، وهتشوفي ان كل حاجه هتتغير للاحسن، انا متاكده. تسلمولي على الاستقبال الحلو ده، انا راجعه بيتي النهارده زي ما قلت لك يا علي ومحضره شنطتي، اي حاجه تعوزوها تقولي انتوا بقى المره الجايه، انا عن نفسي ما بعرفش اخرج من بيتي كتير، اي وقت عايزيني تعالولي. انا مش فاهمه بصراحه يا طنط اللي حضرتك مصره تمشي، وبعدين ايه ما تجيلناش دي؟ لازم حضرتك تيجي وتدخلي بيتنا، مجيتك اصلا بتخلي البيت كله بركه. ما انا اكيد هجيلكوا، يعني ده كلام.
بس بصراحه بيني وبينك من ساعه شهر العسل انت وعلي يعني ما قعدتوش لوحديكوا. فرصه بقى تقعدوا انتوا الاتنين مع بعض. ده انتوا كانكم بتكتشفوا بعض من جديد. بنكتشف بعض فعلا. عموما يا طنط نورتينا اليومين دول، كانوا من اجمل الايام اللي مروا علينا في البيت هنا. البيت منور باصحابه وباهله يا حبيبتي. انا مش هتعبك اكتر من كده. ما تخليكي يا ماما، فعلا انت ما لحقتيش تقعدي معانا. خليكي ايه بس يا علي، تلاقيك انت نفسك تنزلني دلوقتي عشان تعرف تقعد مع مراتك. يلا انا اقوم عشان اخد شنطتي عشان السواق جاي. مع الف سلامه يا طنط. مع الف سلامه يا ماما. انا هقوم اشوف ورايا ايه. اقعدي، رايحه فين؟ خلينا نتكلم مع بعض. اتفضل، عايز تقول لي ايه يا علي؟ مامتك مشيت ومامتي مشيت. انا نسيت اقول لك، ماما اتصلت وقالت بعد كده لما تحبي تشوفيني تجيلي بيتي. انا عمري ما هدخلك البيت تاني. طبعا انا مش محتاجه اقول لك ان هي اكيد حست، او يمكن من موقفي مع خالتي حكيت لها ووصلت لها كل اللي حصل. انا بصراحه ما اعرفش ومش قادره اعرف ايه الحقيقه. طب واللي انت بتقوليه ده بقى، ده ذنبي انا ولا ايه؟ مش فاهم. لا يا علي مش ذنبك، بس في حاجات كتيره قوي في الحياه لما تيجي تحسبها بالورقه والقلم ما تعرفش تطلع الشخص اللي قدامك غلطان فيها. بالظبط زي موقفك من ناحيه مامتي. بس برضه في الحياه في حاجات انسانيه كتير. انا اجي على نفسي وانت تيجي على نفسك، وانا اضحي وانت تضحي عشان نحققها. تمام، وانا مش عايز اكتر من الصح في الموقف من ناحيه مامتك. وهو اللي انت عايزه حصل يا علي، وانا وعدك ان لما الدنيا تلف وتدور انا مش هاجي على نفسي اكتر مما انت جيت على نفسك. بيتهيألي اللي اتطبق معايا هو نفسه اللي هيتطبق معاك. ده العدل وما يزعلش حد. وعايزه اشوفك بقى لما تبقى في موقفي هتعمل ايه في يوم من الايام. بقول لك ايه، ابويا سافر وساب امي قاعده لوحدها الفتره دي، وانا مش عايزها تقعد كده مع نفسها. واجب عليا طبعا هجيبها وتقعد هنا معانا. قلتي ايه؟ طبعا مامتك تيجي يا ميت اهلا وسهلا بيت ابنها، ولا انا ولا اي حد غيري يقدر يمنعها. بس معلش انا هروح عند مامتي الفتره دي، هاخد بالي منها وارعاها وراعي نفسيتها، وانت هنا راعي نفسيه مامتك، محدش يقدر يمنعك. واعتقد ان انت مش هتغلطني في حاجه زي دي. اللي اتطبق عليا زمان يتطبق عليك دلوقتي، محدش مطالب يشيل ام حد.